يا مساء الفل على كل حبايبنا. قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بيبدأ الفيلم في مدينة نيوجيرسي مع 3 شحنات متجهة لشركة كيماويات علشان ينقلوا مجموعة براميل كبيرة مليانة نفايات سامة. النفايات دي بتبقى قابلة للاشتعال، وبنعرف إن الشركة بتحاول تتخلص من النفايات بطريقة غير شرعية. وبيتكلم المسؤول عن الشركة مع صاحب الشاحنات وبينبهه يتعامل مع البراميل بحذر، لأن أي حركة غلط ممكن تعرضها لانفجار. وبيطلب منه إن هو يعدي من نفق لينكن لأنه أسرع طريق وهيوصله لنيويورك في وقت قليل. وبيتم فعلا تحميل البراميل على الشاحنات وبتتحرك في طريقها للنفق. وفي نفس الوقت ده بيتحرك ضابط شرطة اسمه جورج مع زمايله وبيروحوا شغلهم. وبنعرف ان جورج هو المسؤول عن حراسة وتأمين نقط معينة في نفق لينكن، وبنعرف ان النفق ده مهم جدا، وعشان كده بيركبوا كاميرات مراقبة في كل مكان فيه علشان هو أقدم نفق في أمريكا وطوله 2.5 كيلو متر. والنفق ده بيكون تحت نهر هاتسون. وأثناء ما كان جورج في شغله بيتكمل مع زميلته جريس المسؤولة عن مراقبة النفق، وبيعرفها إنه جايب لها إسورة هدية وكمان عنده خبر حلو بس هيقوله لها بعد الشغل. تفهم جريس ان هو عايز يتقدم لها للجواز. وعلى الجانب التاني من النفق في مدينة نيويورك بيكون في كاتبة مسرحية اسمها مادلين عايشة في شقة صغيرة في حي فقير، وده بسبب ان حالتها المادية صعبة جدا لان مفيش اي حد بيشتري المسرحيات اللي هي بتكتبها. لكن مادلين ما بتيأس وبتكمل كتابة مسرحيات. وفي الوقت ده بيجيلها مكالمة من حبيبها ديفيد اللي بيحاول يصلح الوضع بينهم بعد ما عرفت ان هو متجوز. وبيعرفها ديفيد انه هيسيب مراته خلال 3 شهور. لكن مادلين بتتضايق منه جدا وبتقرر تلم هدومها وتسيب نيويورك وتروح مدينة نيوجيرسي. وساعتها الملياردير راندريد بيتكلم مع السكرتير بتاعه جونو وبيعرفه انه عنده اجتماع مهم في نيوجيرسي وانه متأخر عليه، وعلشان كده بينصحه جونو انه يروح من خلال نفق لينكن. وفي نفس الوقت ده بنشوف روجر ومراته إلينور وهم خارجين ومعاهم الكلب بتاعهم كوبر، وبيبقوا مهتمين بالكلب جدا ومخططين انهم يقضوا اليوم كله بره المدينة علشان الكلب بتاعهم عنده اكتئاب وهم عايزين يخرجوه من الحالة اللي هو فيها. وفي مكان تاني في المدينة بيكون في عربية بتنقل مساجين هتعدي برضه من خلال النفق وهتروح نيوجيرسي. وبعدها بيكون في سواق اسمه كيت بيتفق مع زبون على انه يوصله لمطار نيوجيرسي. فبيقرر السواق انه ياخد طريق النفق علشان الزبون متأخر على ميعاد طيارته. ووقتها كان ستيفن ومراته سارة ومعاهم بنتهم أشلي طالعين رحلة عائلية لمدينة نيوجيرسي، وبالصدفة هيعدوا من خلال النفق. وخلال الوقت ده بيخرج شخص من محل مجوهرات وبيبقى معاه شنطة مليانة ألماس، لكن بتهجم عليه عصابة وبيسرقوا منه الشنطة والعربية بتاعته. وبيمشوا وبيفتكروا إنهم قدروا يهربوا منه، بس بيكتشفوا إن الشرطة زرع جهاز تتبع في الشنطة وبتفضل الشرطة تطاردهم. فبيحاولوا يهربوا منها وبياخدوا طريق النفق. وساعتها عربية الشرطة بتبلغ إدارة النفق علشان يعترضوا العربية ويقبضوا عليهم. وبتمشي العربية في النفق بأقصى سرعة. وفي الوقت ده بتوصل شحنة النفايات السامة وبتدخل النفق، وكمان بتدخل عربية عيلة ستيفن ومعاهم عيلة روجر، وبعدها عربية المساجين بتدخل وراهم. وبتكون مادلين ورا كل العربيات دي. وقتها الحرامية مش بيقدروا يسيطروا على العربية وبيدخلوا في كل الشاحنات. تنفجر البراميل انفجار قوي جدا لدرجة ان النار فضلت تمشي بأقصى سرعة في النفق كله ودمرت كل حاجة في طريقها لحد لما وصلت للجنب التاني. وبيجي كيت وبيبدأ يساعد المصابين ويطفيهم. ولما بتوصل فرقة الإنقاذ بيوجهوهم لأماكن الضحايا وبيفضل يساعدهم كيت. وبيتكلم واحد من فريق الإنقاذ اسمه ويل مع كيت وبيعرفوا انه المفروض ما يكونش هنا علشان ما يحصلش مشكلة. وساعتها بنعرف ان كيت كان رئيس فرقة الإنقاذ بس اتطرد لأنه فشل في مهمة من المهمات. وبيفهموا ويل ان الوضع سيء جدا وان النفق انهار من الجنب بتاع نيوجيرسي. وبعد شوية بنشوف العربيات وهي متدمرة جوه النفق. وبيقدر جورج انه يخرج من الانفجار وبيحاول يتواصل مع الشرطة ويبلغهم بالوضع اللي هم فيه، لكن بتكون من غير فايدة. وبتحاول جريس تتكلم مع جورج في اللاسلكي علشان تطمن عليه بس مش بتقدر تتواصل معاه. وبيلاحظ كيت ان فريق الانقاذ بتتوجه للجانب بتاع نيوجيرسي، فبيركب على العربية من بتاعتهم من غير ما حد يلاحظ. ولما بيوصل هناك بيشوف فريق الانقاذ بقيادة ويلسون وهم بيحفروا ممر في منتصف النهر علشان يخرجوا الأدخنة السامة وينقذوا الناجين. لكن كيت بيتدخل وبيقول لويلسون ان الممر متهالك وهينهار في اي لحظة، وبينصحوا انهم يفجروا سطح النفق من عند المنطقة اللي موجودة فيها الشاحنات علشان يعزلوا مصدر النار والأدخنة عن الناجين. فبيرفض ويلسون وبيطلب منه انه يمشي لانه ملوش اي صلاحيات هنا. فبيتكلم كيت مع فرانك المساعد بتاع ويلسون وهو برضو كان المساعد بتاعه قبل كده،
وبيطلب منه كيت انه يقنع ويلسون بفكرته، واما هتحصل كارثة كبيرة. وبيدخل ويلسون للممر وبيحاول، بس للأسف الممر بينهار وبيموت ويلسون في النفق. وبينجح جورج ان هو يلاقي عيلة ستيفن احياء، فبيعرفهم الوضع وبيطلب منهم ما يتحركوش من مكانهم لحد لما يشوف لو كان في احياء تاني. وبعدها بيلاقي روي وبيعرفهم انهم محبوسين في النفق وان مفيش اي مخرج. فبيقرر روي انه يدور بنفسه على مخرج، وخصوصا ان هو كان مغامر وعاش صعوبات كتير في حياته. وبيكمل جورج في طريقه وبيكتشف ان عيلة روجرز هم كمان بخير. وبتفوق مادلين وبتطلع من العربية بتاعتها وبتلاقي قدامها عربية المساجين مقلوبة والمساجين محبوسين جواها. فبينادوا عليها وبيطلبوا منها انها تاخد المفتاح من الحراس وتحررهم. وفي نفس الوقت ده مادلين بتشوف كابل كهرباء ضخم فوق العربية، فبتخرج المساجين بسرعة. ومش بيتبقى جوه العربية غير مسجون واحد اسمه مايكي، وبيبقى خايف جدا ومش عايز يخرج. فبتحاول مادلين هي واحدة من المساجين اسمها ليتوانيا انهم يقنعوه، وفعلا بينجحوا انهم يقنعوه ويخرجوه. وساعتها بيكون تانك البنزين بيسرب. تخرج ليتوانيا بسرعة من العربية وبينزل كابل الكهرباء وبيبقى قريب جدا من العربية لدرجة ان هو ممكن ينفجر في اي وقت. فبيروح جورج عند كاميرا من الكاميرات وبيشاور لهم في اوضة المراقبة علشان يفصلوا الكهرباء، لكن مش بيبقى في حد موجود هناك. وبيوصل كيت علشان يتابع الاوضاع من النفق من خلال الكاميرات، وبيشوف جورج وبيبلغهم انهم لازم يفصلوا الكهرباء حالا. بس نومان المسؤول عن النفق بيقول له ان لو فصل الكهرباء مراوح التهوية هتفصل، ولما المراوح هتفصل الناس اللي جوه النفق هتتخنق من الدخان. فبيفهموا كيت ان المراوح منفصلة عن الكهرباء بتاعة النفق. وبتقلع مادلين الجزمة بتاعتها تلحق بيها كابل الكهرباء قبل ما يلمس البنزين ويفجر العربية، وبتبعد الكابل بسرعة وبتهرب هي ومايك. وساعتها بيقرر نومان انه يقفل الكهرباء فعلا. وبعدها بيطلب نومان من كيت انه يمشي للمرة التانية، لكن كيت بيعرفه ان سنة 1994 كان واحد من الناس اللي شاركوا في التجربة اللي اتعملت على النفق وحافظ كل نقطة فيه، وعلشان كده عايز يتطوع ويساعدهم. فبيوافق نومان وبيجيب مجسم قديم كان معمول للنفق وبيشرح لكيت الوضع اللي النفق فيه حاليا. وبيلاحظ كيت جزء في التصميم أول مرة يشوف وبيسأل نومان عليه. فبيعرفوا إنها كانت غرفة معمولة للعمال اللي بنوا النفق علشان يرتاحوا فيه، بس اتقفلت بعد كام سنة. وفي الوقت ده بيوصل فرانك علشان يتولى عملية الإنقاذ بدل ويلسون لأنه مات. وبيعرفهم إن ممر منتصف النهر انهار ومش فاضل غير 10 ساعات والمية تغرق النفق كله. وبيقول له نومان إن كمان مش فاضل غير 3 ساعات والأكسجين يخلص من النفق. فبيفكر كيت وبيعرفهم إن لازم حد يدخل النفق ويعمل عازل بين منطقة الدخان وبين الناجيين. وبيقرر ساعتها إن هو اللي هيدخل النفق ده من خلال مراوح الهواء، وده علشان يديهم وقت أطول يحفروا فيه وينقذوا الناس. وبتاخدوا جريس للمراوح تشرح له ازاي يشتغلوا، وبتعرفوا انهم 4 مراوح وانهم مش هيقدروا يوقفوهم غير 2.5 دقايق بس، وبعدها يرجعوا يشتغلوا تاني اجباري بعد لما يخلص الوقت المحدد لكل مروحة. وفي النفق بيتجمعوا كلهم وبيتكلم معاهم روي وبيفهموا انه وصل لفتحة في ممر منتصف النهر، وبيحاول يتسلق الأعمدة اللي فيه ويشوف نهاية الفتحة دي. وبيسلم أشلي الكاميرا وبيطلب منها تصوره وتوثق العمل اللي هيقوم بيه دلوقتي. وساعتها بيدخل للممر وبيساعده مسجون اسمه آدم. وفي الوقت ده وبيروح جورج يدور في النفق على أي حاجة تساعدهم، وبتحاول مادلين تتواصل مع أي حد من خلال اللاسلكي، وفعلا بتنجح وبيرد عليها كيت وبتبلغه بالوضع في النفق وإن روي دخل ممر منتصف النهر. لكن كيت بيعرفها إن الممر ده خطير جدا وإنه ممكن ينهار في أي وقت، وبيطلب منها إنها تمنعه. وفي الوقت ده كيت بيتحرك علشان يدخل النفق وبيعرفوا نومان انه قفل المراوح ال4، لكن المراوح بتفضل شغالة بسبب ان مفيش فرامل. وهنا بيضطر كيت انه يوقفها بنفسه بمساعدة فرانك، وفعلا بينجح وبيعدي كيت من اول مروحة في اخر ثانية، وبيبقى فاضل على المروحة التانية 4 ثواني وتشتغل، فبيعدي منها كيت برضه في اخر لحظة. ولما بينزل على المروحة التالتة بيتحشر ومش بيبقى عارف يتحرك، فبيقطع حزام اللاسلكي على اخر لحظة. وفي المروحة الرابعة بيحاول يربط الحبل اللي هينزل منه في الخطاف الحديد اللي بيبقى موجود في نص المروحة، لكن بيكون بعيد عنه جدا وبيبقى مش فاضل غير 2 ثواني والمروحة تشتغل. فبيربط الحبل بريشة من الريش وبيرمي نفسه وبيفضل يخبط في الحيطان لحد لما بيقدر يسيطر على نفسه، وبيجري بالحبل على الحيطان لحد لما بينزل للمخرج بتاع المراوح. بس بيبقى عنده مشكلة كبيرة، وهي ان المراوح اشتغلت وقوة الهواء الناتج عنها بتخليه مش عارف يتحرك، فبيفضل يقاوم ويعافر بكل قوته لحد لما بيوصل للبوابة اللي بتوصله للنفق. وساعتها بيزرع فيها قنبلة صغيرة وبيفجرها،
وبيطلع منها، وفي نفس الوقت ده بيوصل روي للأعمدة وبيتسلقها، وبيفرح الناس جدا لما بيشوفوا كيت، وبيفتكروا ان هو معاه فريق للإنقاذ. ولما بيعرفهم ان هم مش هيعرفوا يرجعوا من نفس المكان علشان المراوح، بيتعصبوا وبيبقوا عايزين يروحوا ورا روي، بس كيت بيفهمهم ان الممر هينهار وان هو لازما يلحق روي ويخرجه حالا. فبيرفض ادم وبيمنع كيت، وبيقول ان روي هو املهم الوحيد للخروج. ولما كيت بيصمم، بيمسكوا ادم من رقبته وبيبقى عايز يمنعه بالقوه، بس جورج بيلحقه وبيخليه يسيبه. وبيدخل كيت في الممر وبيوصل للمكان اللي فيه الاعمده، وهناك بيشوف روي وبيحاول يقنعه انه يرجع، لكن روي بيرفض. وساعتها بيجري المسجون فينست وبيدخل الممر. ولما ادم بيشوفه بيتضايق جدا لان صاحبه سابه ومشي، وبيبدأ النهر يسرب المية بتاعته في النفق. وفي اللحظة دي بيوصل فينست للأعمدة وبيشوفوا كيت، فبياخدوا وبيسيبوا روي وبيمشوا. وبعدها النفق بينهار على روي فعلا، وبيحاول كيت وفينست انهم يخرجوا من الممر بأقصى سرعة قبل ما ينهار عليهم هما كمان. وفعلا بمجرد ما بيخرجوا بينهار الممر وبينفجر أنابيب الغاز، وبيطير آدم من شدة الانفجار بعد ما كان مستني فينس عند فتحة الممر علشان يخلص عليه بسبب خيانته ليه. وفي مركز المراقبة نومان بيبلغ الفريق بتاعه ان ممر منتصف النهر انفجر. كلهم بيتضايقوا جدا علشان ده معناه ان النفق هيتملي بالمية، وهيبقى صعب جدا انهم ينقذوا اي حد من النفق. وفي النفق بيكتشفوا ان في سيخ دخل في صدر آدم بسبب الانفجار، وبيحاول كيت يساعدهم لكن من غير فايدة. وفي النهاية حياة آدم بتنتهي. وفي الوقت ده بينهار جزء من سقف النفق، وبتبدأ مية النهر تتسرب بقوة، وبياخدهم جورج وبيروح على اتجاه نيوجيرسي، وده لأن اتجاه نيويورك منخفض وهيتملي بالمية أسرع. ساعتها سارة بتقول إنها شافت خبر عن كيت وإنه تسبب في موت ناس كتيرة، فبتتقلب مجموعة من الناس على كيت وبيخاف إنه يعرضهم للموت. بس مادلين بتتدخل وبتفهمهم إنه ضحى بحياته وعرض نفسه للخطر علشان بس يجي ينقذهم، وإنه هو أملهم الوحيد. فبيهدوا كلهم وبيعتذروا له على الكلام اللي هم قالوه، وبعدها بيتحركوا لنهاية الطريق. ولما بيوصلوا بيطلب منهم كيت انه يطلعوا فوق العربيات لان درجة حرارة المية هتبقى منخفضة جدا، وده هيتسبب ان الجسم يفقد حرارته ويموت. وبيبدأ كيت يشرح لهم ان مفيش قدامهم غير حل انهم يفجروا جزء من النفق علشان يفصلوا بينهم وبين النار وكمان الأدخنة، وبرضه عشان يمنعوا تسريب المية مؤقتا. وبيتكلم كيت مع جورج وبيعرفه ان جريس قالت له انها موافقة تتجوزه، فبيفرح جورج جدا وبيتشجع اكتر. وبيروح كيت لمادلين وبيطلب منها تساعده في عملية التفجير. وقتها بيكون مهندسين المدينة متجمعين وبيفكروا في حل، وبيقرروا ان افضل حل هو انهم يحفروا في النفق من الناحية بتاعت نيويورك. فبتوافق مسؤولة الحكومة تأمرهم ينفذوه فورا، لكن جريس بتعترض وبتفهمهم ان العملية دي هتسبب في تغيير الضغط، وساعتها النفق هينفجر بكل الناجيين. بس المسؤولة بتعرفهم ان المهندسين خدوا القرار وان مفيش تغيير. وبيوصل كيت ومادلين للمنطقة اللي هيفجروها، وبيتسلق كيت لسقف النفق. وبرغم ان حرارة المية منخفضة، لكن كيت بيتحمل وبينجح انه يزرع المتفجرات وبيوصلها بحبل التفجير، وبيجري بسرعة علشان يفجروها. وبينفجر السقف وبيتسد طريق المية، وبسبب قوة الانفجار بتتحرك حاوية في اتجاهه، فبيحاول يهرب منها بأقصى سرعة. وبيوصل لمادلين وبيبعدها عن الحاوية في آخر لحظة، وفعلا بتنجح خطته وبيمنع تسريب المية، وكل الناجين بيفرحوا. وفي الوقت ده بتوصل الحفارات للنفق علشان يبدأوا عملية الحفر، وبيروح جورج بسرعة علشان يبلغ كيت انه سمع صوت المعدات. لكن بيحصل هبوط أرض مفاجئ، تقع عربية على جورج، فبيروح له كيت بسرعة وبيحاول يرفع العربية بس بيفشل. فبيسحب كيت خرطوم من العربية علشان يديه لجورج ويخليه يتنفس منه قبل ما يعلى منسوب المية ويمنع عنه التنفس. وبيتفاجئ كيت ان كل اللي معاه جايين يساعدوه، وفعلا بيقدروا انهم يرفعوا العربية وينقذوا جورج. وبعدها بيقعدوا يستنوا اي حاجة تحصل تغير من الوضع اللي هم فيه. وساعتها مادلين بتتكلم مع كيت وبتسأله هو ليه اتطرد من شغله. فبيبدأ كيت انه يحكي لها ان كان في مبنى بينهار، ووقتها كان هو رئيس فريق الانقاذ، فاتحرك هو والفريق بتاعه على هناك. ولما وصلوا اتقال له ان الناس اللي في المبنى حياتهم انتهت، لكن هو اصر يدخل ويدور بنفسه. واثناء ما هم خارجين انفجر انابيب الغاز ومات 3 اشخاص من فريقه، وساعتها اتطرد والصحافة كتبت ان هو السبب في موتهم. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت تسريب ميه من الجديد، فبيعرفهم كيت ان هو ما قدرش يمنع التسريب بس وقفوا شويه علشان يكسبوا وقت. فبيزعلوا كلهم وبيفقدوا الامل. لكن في اللحظه دي بيفتكر كيت غرفه العمال اللي شافها في المجسم بتاع النفق، فبيروح يتكلم مع جورج وبيساله عن مكانها. فبيعرفوا جورج انها في بوابه بتوصلها
في المنطقة رقم 3 من النفق ناحية نيوجيرسي. فبيتحرك كيت بسرعة وبيلاقي البوابة غرقانة تحت المية، فبيغطس وبيفتحها وبيتسحب جوه بسرعة بسبب ضغط المية، وبيكتشف ان الغرفة حالتها كويسة جدا ولسه فيها المتعلقات بتاعة العمال. فبيرجع ليهم وبيعرفهم ان الغرفة موصلهاش المية وانهم ممكن يقعدوا فيها لحد لما تيجي فرق الانقاذ، وبيطلب منهم يسبقوه للغرفة وهو هيجيب جورج ويحصلهم. وبيروح كيت لجورج وبيعرفه ان الغرفة تحت المية وانه صعب عليه انه يغطس بيه، خصوصا ان رقبته مكسورة، وبيفهمه انه هيفكر علشان يلاقي طريقة. ولما جورج بيعرف ان رقبته مكسورة بيرفض انه يتحرك من مكانه، وبيسلم كيت الاسورة اللي جابها هدية لجريس، وبيطلب منه يعرفها انه كان بيحبها جدا وانه كان عايز يتجوزها، وبيترجى انه يعمل كل اللي يقدر عليه عشان ينقذ الناس ويخرجهم من النفق. وبيقترح عليه يقول لهم ان هو مات علشان محدش يحمله اي مسؤولية. وبعدها بيرجع لهم كيت وبيعرفهم ان جورج مات، وبيتوجهوا كلهم للغرفة وبيحاولوا يضافوا بعض بسبب درجة الحرارة المنخفضة. تكتشف إلينور ان الكلب كوبر مش موجود، لكن جوزها بيعرفها ان الطوق بتاعه اتقطع وهما بيغطسوا وما قدرش يشيله، وبتزعل جدا وبتتضايق وبتبقى عايزة تروح تدور عليه علشان ده كلب ابنهم جون اللي توفى. لكن جوزها بيمنعها وبيعرفها انهم مش هيقدروا يرجعوا ابنهم اللي مات ولا الكلب بتاعه، ولازما يتقبلوا الوضع اللي هما فيه. وبتتضايق إلينور جدا وبيهديها جوزها وبيهون عليها. وبعد لحظات بتحصل هزة أرضية نتيجة الحفر، تهجم عليهم مجموعة من الفئران، فبتخاف لاتونيا جدا وبتروح مادلين تهديها. وفي الوقت ده بيلاحظ كيت إن الفئران بتتجه لمكان معين، وبيفهم إنهم عارفين طريق الخروج، وبيكتشف إن في غرفة تانية ورا الحيطة. وساعتها بتنهار البوابة وبتدخل المية للغرفة بقوة، فبيبدأوا يكسروا في الحيط وبيقدروا إنهم يعملوا فتحة علشان يعدوا منها. لكن كيت بيلاحظ إن روجر مش عايز يسيب إلينور ويروح معاهم، ولما كيت بيروح له بيتفاجئ إنها ماتت من الزعل على ابنها والكلب بتاعه، وبيعرف إن روجر رافض يسيبها. فبيفهمه كيت إنها ماتت وإنه لازم يتحرك معاه حالا وإلا مش هيسيبه وهيموت معاه. فبيتحرك روجر معاه وبيسيبوا إلينور وبيدخلوا الأوضة التانية، وبيشوفوا إن الفئران بتطلع على سلم خشبي، فبيروحوا وراهم. وفي اللحظة دي بتحصل هزة أرضية تانية والمية بتدخل للغرفة كمان، فبيطلعوا بسرعة على السلم وبيتكسر السلم بكيت، لكن ستيفن بيلحقوا على آخر لحظة وبيطلعوا على السلم مرة تانية. ولما بيطلعوا بيكتشفوا ان في نفق قديم بيوصلهم على السطح. وقتها بيسمعوا صوت الكلب كوبر. روجرز بيبقى عايز ينزل وينقذه، بس كيت بيرفض ان روجرز جاذب بحياته، وبينزل هو ينقذ الكلب. واثناء ما هو طالع بيقع عمود خشبي على السلم وبيفقد كيت التوازن بتاعه وبينزل في المية. بتحصل كذا هزة أرضية ورا بعض، لكن المجموعة مش بيرضوا يسيبوا كيت ويمشوا. ولما بيحاول يطلع بتقع مادلين هي كمان، فبيطلب كيت من ستيفن انه ياخدهم ويخرجوا والا كلهم هيموتوا. وفعلا ستيفن بياخدهم وبيخرجوا، وفجأة بينهار النفق ومادلين بتفقد الأمل تماما. بس كيت بيعرفها إن عنده فكرة أخيرة، وهي إنه يروحوا لأول مكان كانوا هما فيه ويفجروا السقف النفق. وقتها قوة دفع المية هتخليهم يطلعوا على سطح النهر. ساعتها نومان بياخد جريس للجراج علشان يوصلها البيت وترتاح من مجهود اليوم. وفجأة بيسمعوا صوت استغاثة من فتحة الصرف الصحي اللي في الجراج، وبيروح نومان وبيخرجهم من الفتحة. وبتنهار جريس لما بتعرف إن بقية الناس ماتوا ومن ضمنهم حبيبها جورج. وفي الوقت ده بيوصل كيت ومادلين لمكان الانفجار الأول، وبيزرعوا القنبلة وبينزلوا تحت المية علشان يحموا نفسهم. لكن بيحصل انهيار قبل ما تنفجر القنبلة، وبتقع عربية على كيت وبتحاصره تحت المية. وبتحاول مادلين تخرجه بس القنبلة بتنفجر والضغط بيسحبها للسطح. وبعد لحظات بيطلع كيت هو كمان على السطح بعد ما حرر نفسه، وبيتم إنقاذهم في النهاية. كيت بيسلم الاسوره لجريس وبيعرفها ان جورج كان بيحبها جدا. ولحد هنا بينتهي فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبك الملخص شاركنا في رأيك في الكومنتات، ولو حابب تشترك وتفعل الجرس. سلام.